النهارده كده بقى هنحضر غدا سريع وسهل جدا وكمان اقتصادي قوي. تعالوا بينا نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله وعلى بركة الله. اول حاجه جبت بصلتين كده حلوين يعني حجمهم وسط، قطعتهم كده وبعد كده حطيت عليهم زيت وحطيت عليهم سمنه. تمام، هبدا ان انا اقلبهم لحد ما اديهم لون يوصل للذهب الغامق. حطيت عليهم معلقه من السكر علشان برضو تكرمل البصل كده وتخلي لونه حلو. هبدا ان انا اقلب لحد ما اوصل للون اللي حضراتكم شايفينه ده، هو ده اللون اللي انا عايزاه. حطيت عليه طماطمتين مبشورين، بعد كده قلبتهم كويس جدا. هنا نزلت عليهم بمرقه دجاج وهدوب المرقه. بعد كده هبدا ان انا احط البهارات، والبهارات بتاعتي عباره عن ملح وكاري وكركم وبهارات فراخ وسنه صغيره من القرفه. تمام، هحط هنا بقى البهارات كده واديها كده شويه تشويحه معاها. بعد كده هحط عليها ميه سخنه، هسيبهم يغلوا شويه مع بعض. بعد كده هحط الرز بتاعي. مقدار الرز بتاعي ده كان كيلو رز. هسيبهم كده يستووا مع بعض، وهحضر المكون التاني اللي هعمله في الاكله دي ذات نفسها. هعمل بطاطس. جبت البطاطس وقطعتها كده قشرتها. بعد كده هبدا ان انا اقطعها مكعبات صغيره. اكيد بقى عرفت انا بعمل ايه دلوقتي. انا هعمل رز بالبطاطس، بس هعمل البطاطس كده الاول هديها تحميره علشان كده تبقى طعمها حلو ما تبقاش بايشه. بصوا بقى، انا قطعت البطاطس طبعا وغسلتها، رشيت عليها رشه من الملح، رشه من الدقيق، ورشه من النشا. قلبتهم كويس جدا، وهنا هكون جايبه المقلايه وطبعا هسخن الزيت فيها كويس جدا. وبعد كده هنزل بالبطاطس. تمام، هنا النار عاليه عليها، وطبعا لازم ان انا اقلب البطاطس كل شويه علشان خاطر ما تلزقش في بعض، لان هي فيها دقيق ونشا. اول ما البطاطس تتحمر هشيلها، وبعد كده هحطها على طول في الرز بعد ما يستوي. وكله بقى احلى رز بالبطاطس، بجد طعمه حلو جدا. جربوا كده الطريقه دي، واللي بيعملها زي يكتب لي. بس الصراحه يعني انا ما شفتش حد عملها كده قبل كده. وعايزه اقول لكم ملحوظه، بعد ما تحطوا البطاطس ما تغطوش الحله. يعني ما تغطوهاش بالغطا علشان خاطر تبقى يعني مقرمشه معاكم شويه. وخلصت وصفه النهارده. اهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني من وعد ساره جمال، وتكتبوا لي بتتابعوني منين. باي باي حلوين. Mommy.